كشف الحقيقة. طبعا دخلة بس كده عشان نسوي جو. في الأصل هتكلم عن الموضوع هذا إن شاء الله. كثير سأل عن نجمتان كانوا موجودات وأصبحوا موجودات وما زالوا موجودات، وأيضا نجمتين تخطوا أو دخلوا الاستعراضات سريعا، وخاصة أختهم الكبيرة. أبدأ بنجمتين وهما ريتاج وراما. ريتاج وراما كثير سأل عنهم الفترة السابقة، فكان نجيب على البعض، وأنا دائما ما أتكلم أو ما أجيب في البداية حتى أعرف ظروف الناس وأعطيهم مهلة. ففي الأساس أنه كان عندهم سفرية إلى بلادهم اليمن، حيعودون عودة كاملة، وأيضا كانت أمهم تعاني من بعض الأمراض البسيطة، ولكن مجبرة أنها تجلس في البيت وما حد يخرج لأنها كانت تستقبل أي عدوى. فكان من الأولى أنهم يجلسوا في البيت وما يخرجوا، خاصة في ظل الجائحة. الآن في الفترة هذه اليومين هذه تقرر أنهم يستمروا أو يجلسوا في مملكتنا الحبيبة، وأن يعودوا للزهرات مرة أخرى ويبدأوا التدريبات. وأنا كثير أتجاهل مثل هذه الرسائل، مثل هذا الكلام، عشان أترك فرصة للعائلة. تخيلوا أني قلت من أول أنهم راح يسافروا ما هم جايين إلى آخره. اللي أبغى أوصل له نقطة مهمة إني تعلمتها في مسيرتي في القناة وفي الحياة السابقة، أن القناة لا تتأثر بأحد كائنا من كان. يعني القناة مستمرة بالزهرات. طلعوا ناس الآن زي ما لاحظنا كبار ولهم جمهور، وما زال هناك جماهير غفيرة تحضر حفلات أطفال ومواهب في كل مكان. فالقناة مستمرة والإبداع مستمر، ولكن نحن نفرح أن يعود إلينا زهرة جميلة، زهرة مبدعة، زهرة متألقة تضيف رونقا إلى القناة. فكلما زاد الزهرات زاد الإبداع. وأرحب الآن أيضا براما وريتاج. كيف حالكم؟ طيبين؟ مبسوطين أنكم رجعتوا؟ حتغيبوا مرة ثانية؟ حتسافروا وتسيبوني؟ ها؟ أنا أصور يا أستاذ اللي يدق، أنا أصور شوية بس عشان ما نقطع بس التصوير. أيضا أرحب بالنجمتين اللي انضموا إلينا جدد. اسمك؟ جوان. اسمك؟ جودي. طبعا ما شاء الله جوان دخلت بقوة في الاستعراضات وداخلة أكثر الاستعراضات. إن شاء الله أتمنى لك مستقبل كبير. وأيضا جودي مصرة إلا تدخل في استعراض، تقول بسافر معكم السفريات القادمة. نلاقي منكم إبداع إن شاء الله في الأيام القادمة. مستعدين؟ كان هذا الاجتماع بإشراف كل من حمد أبو جبل، شوفين الكاميرا، وأيضا تولي أبو جبل أو ابتهال أبو جبل. أيوة، هم كانوا مشرفين على الاجتماع. إذن حمودي نقول لهم لا تنسوا إيش؟ شوف الكاميرا. أيوة شوف الكاميرا. لا ينسوا إيش؟ أيوة، ويضغطوا. أيوة، شكرا لكم وإلى اللقاء في فلوق قادم إن شاء الله. حياكم.